طيب احنا من خلال الفترة الحالية العالم كله في حالة من الرعب. كورونا طبعا الكورونا بدأها علينا بجونسون في بريطانيا، ومشينا لحد ما وصلنا لإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ولقينا عدد الإصابات عمالة تزيد. واحنا كلنا طبعا الحمد لله ان احنا في مصر عدد الإصابات أقل كتير من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن ده لأن عدد الشباب عندنا في سن عالي، يمكن لأن الجو عندنا برضو أفضل في الحرارة، زي ما في الفترة الأخيرة قالوا ان الجو الحار أفضل أو بيئة غير مواتية لفيروس كورونا زي ما يكون الجو برد. والدليل انها بتزيد اكتر الاصابه بفيروس كورونا خلال المواسم الشتويه. فطبعا الفتره دي الناس كلها قلقانه، نقي قلوبنا ازاي من فيروس كورونا؟ نقل ايه؟ نقي القلوب ازاي؟ يعني دلوقتي واحد صح سليم ازاي يحافظ على نفسه من الاصابه بفيروس كورونا؟ هو احنا الحقيقه عايز اقول لك حاجه، العدد قليل عندنا لاننا ما بنعملش مسح او فحص لكل الناس. العالم كله بيفحصوا الناس من غير ما يدفعوا فلوس. قصدي حضرتك ما يدفعوا فلوس ولا حاجه، ومن غير ما يكون عيان بياخدوا منطقه بحالها يفحصوها. لكن احنا عندنا هنا ما بنفحص كل حد الا اللي بيبقى عدمان خالص بقى. فبيودوه حتى دلوقتي بيقولوا له روح اقعد في البيت اسبوعين، ولو في حاجه بقى كلمنا وخد البروتوكول العلاج ده اللي موجود هنا. بس هو في تقارير بتطلع طبعا بشكل دوري من خلال وزاره الصحه بتقول فيها الاعداد اهي اللي انا مؤكد عندي اصابتها اللي هي ادت بالفعل المسحه، وبتقول بعد كده كان يعني بعد ما بتظهر نتيجه المسحه بيقولوا الرقم ده اضربوه في رقم تاني. ليه؟ في ناس جالها مش عارفه بالظبط، مش كل واحد جاله برد ضعيف، يعني هي اصابه الناس تختلف درجه شدتها من شخص لاخر. مش هيجي شاب قوي اتعرض لفيرال لود قليل مثلا، او يعني اتعرض لحد مصاب بشكل بسيط زي واحد قاعد في اي سي يو في انتنسيف كير يونت مثلا، واحد المناعه بتاعته عاليه، او واحد مناعته قويه. والحمد لله ان احنا اكيد في مصر دوله مختلفه في المناعه، عن مناعه اقوى للمصريين من دول ثانيه. وممكن حضرتك تقول لنا الاسباب ليه مناعه المصريين اقوى؟ مناعه المصريين اقوى لانهم يعني اتفرجي على عيال في الشوارع ممكن ياكل حاجه تقع ياكلها. اتفرجي في الارياف مثلا التراب، الدبان، الحاجات دي، يعني العادات المصريه القديمه او العادات الشعبيه العاديه والفولكلور العادي ده اداله مناعه. طب كويس الحمد لله. يعني الخطوه دي اللي احنا بنتكلم فيها طبعا، ايه هي الطرق اللي ممكن مريض القلب يتبعها علشان يقي نفسه من الاصابه بفيروس كورونا؟ هو اول حاجه الحقيقه بالنسبه لانتشار الفيروس ده ان الواحد يلبس الكمامه. يعني حتى الواحد في البيت، لان بيجي البواب، بيجي بتاع الجرايد، بيجي بتاع الدليفري، فبيجي نجار، بيجي سباك، يعني ما انتش ضامنه مين اللي بيخش في البيت، خاصه في ظل غياب الاعراض. طبعا. وفي الشارع طبعا ما انتش عارفه مين اللي جنبك، ولا مين اللي كح، ولا مين اللي عطس. فده اول حاجه. وبعدين الاهتمام بنظافه الايدين، عشان لمس لاي حاجه يبقى نظفنا ايدينا. مش ضروري كحول، ان شاء الله بميه وصابون بس. او طريقه الغسل الطبيعيه، ان احنا لمده دقيقتين 3 نوصل الميه والصابون لكل اطراف الايد وكل جزء فيه. بالظبط. طبعا احنا عارفين ان الفيروس ده حجمه قد ايه، حجمه ضئيل جدا. البعد عن المناطق الزحمه، ما اروحش فرح، ما اروحش عزا، طبعا ما نروحش سينما، الحتت المقفوله دي ما اروحهاش. انا لو اضطريت ان انا اروح اقعد في حته شمس فيها هواء وبعيد عن الناس. يعني الواحد يقعد بعيد عن اللي جنبه، ما يقعدش. طرق الوقايه هو طبعا احنا عرفنا خلاص التباعد الاجتماعي اللي بقى مطلوب. اهم حاجه.